السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فضائح الحكومة عن جرائمها الذي ارتكبتها في 60 سنة، كيف تآمرت على الشعب الكويتي وكيف قتلت، من المخدرات، من أمور مواد دششوها داخل الكويت اللي يخلوا الرجال مثل المرأة والمرأة نفس الرجال. هاي الملفات السرية اللي طلعناها للحكومة الساقطة الزائلة بإذن الله، وكيف كانت تهدد القضاة والعساكر وابتزاز سياسي. إذا تتكلم نطلع سيدي حياتك، ترى حنا ولائنا لأمريكا وأوروبا وحنا لنا علاقات بأمريكا. حبيب الأمريكان باعوك بيعة أنا أعرفها، والأوروبيين. أنا قلت دستور أمريكي أنا عارف شنو أبي: تحرير القضاة، تحرير العسكر، تحرير الشعب، واللي يبي يوصل للسلطة عبر الدستور الأمريكي ينتخبك الشعب وقوانين. نايف أنت زين دستور أمريكي ليش تبي تجيبه؟ عشان القضاء له سيادته وكرامته، عشان لما أجي أدخل عند قاضي يحكم علي ما يحكم علي باسم نواف الأحمد أو مشعل الأحمد الساقط الزائل، ما يحكم علي واحد هو اللي دمر البلد بالمخدرات. اللي متوجه له 3 رسائل: رخص تجارية ومزارع للرجال والنساء، توظيف في جميع السفارات. قبل فترة يوم كنت أتكلم والله هو يعرف الحاكم شنو ماسك عليه أنا والبرلمان كله. في قضاة لو تتكلم بس قاعد تقول ما أقدر أتكلم، عندي عيال. في قاضي طقوه بإبرة إيدز، إبرة الإيدز أنا سميتها، دزوله وحدة نوموه بالإيدز يوم جاي بطل حجة. تحسب لايف حمود ما يشوف يا حضرة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة؟ تحسب ما أعرف شنو يصير في الكويت وأنا قاعد؟ أنا كنت معارض دولي لأجل الحرية وكرامة، وشفت حاكم بلدي يوم يدز عليه خلايا. شفت من كنت أتكلم في دول يجونك خليجيين عند باب السجن والشرطي يغلط، أنا بند ولاء للدولة الفلانية. شفت الدولة الفلانية أدوس على حكومتها كبرها، ماسك عليه ملف وسخ. ما في دولة في الشرق الأوسط في العالم مو ماسك عليها ملف نايف محمود. 14 سنة هو يراقب أوروبا وأمريكا ويراقب العالم ويراقب الخلايا شلون باقت دولة الكويت وشلون قتلت. يراقب منو اللي قاعد يبيع، يراقب حتى داخل جهاز الدولة والمخابرات بس بالبعد. أراقب وأنا أكتب الرسائل وأحط الطعم وطالع، أفحص الحاكم وأفحص السفارة الأمريكية. وإذا ما أنت مصدق أنا داس للرئيس الأمريكي تسجيلات قايلة تنسجن بمؤامرتك على جنرالات. رئيس أمريكا دونالد ترامب، جو بايدن. الملفات اللي يمتلكها كل القضاة تعرف شنو يمتلكها. وإن نايف حمود ما له خص كان بالحكومة ولا له خص بالبرلمان ومو تبع أحزاب. بس نايف حمود ليش انقلب كذي؟ لأن يدري القضاة ووكلاء النيابة نايف حمود شنو يعرف داخل السلطة القضائية، شنو يعرف بالبلد هذه كلها. كم جريمة قتل مارستها الحكومة والبرلمان، ومارستها ناس شهايد مزورة. وأنا رايح للسفارة الأمريكية مختبر ناس عشان لما أجي عند الرئيس الأمريكي أقول شوف الكلاب هذيل اللي أنت حاطهم شيلهم لي. أي مواطن كويتي يتهم بالإرهاب
من بريطانيا أو من أمريكا، تعال يا رئيس أمريكا احنا حطينا كتب، تعال يا CIA حاط كتب، أنا اللي كنت ببني بلدي أكبر قاعدة عسكرية واستثمارات أمريكية، بس كان عملاء المخابرات الأجنبية ما تبي. إذا السفير الأمريكي يقولون ما تدخلنا مشاكل مع حكومة الكويت، من هذا الزبالة اللي ما تدخل إلا وياه مشاكل؟ والسفارة البريطانية ليش؟ عندنا ناس شهايد مزورة مصدقة نفسها أهل الكوكايين أنها تحكم البلد هذا. نعرف إذا بغي شلون يصفون على قاضي، يدزوا له بنت، وكيل نيابة يدزوا له بنت. المحاكم اللي أنا لما أشوف أدش أروقة المحاكم، أطالع محاكم أمريكا أنظف من محاكمكم. القاضي له احترامه، المحامية من هناك لابسة لبس محترم محتشم، من يطال داشة على القاضي مطلعة ديودها. حضرة القاضي تحسبون ما أعرف أنا ليش أنا أبي الدستور الأمريكي؟ هذا الدبور اللي حاطه للحاكم، اللي يوصل بالدستور الأمريكي. أي سجن قضاته، أدان قضاته في المحاكم الدولية. شلون تدخل المخدرات؟ منو أي دولة وراها يتقفل التحقيق من عند القضاة؟ يمسكون واحد يبيع مخدرات دامر 10,000 شخص، يجي المحامي ابن الكلب يسوي مسرحيته، ياخذ 10,000 دينار يحطها بمخباته كسم وشاي. شلون هذا محامي؟ أنا لو بديني كروتهم أشيلهم ما حد يفهم. كروتهم أشيلها. القضاء لا، وإذا جو بيطبلون للقضاء، قضاء الكويتي نزيه. يا أخو القحاب، ما أنتم لاعنين والدين القضاة، ولاعنين والدين رئاسة الأركان، ولا وفيكم جواسيس على القضاة في بيوتها. قضاء نزيه. لا الدستور الأمريكي نزيه. تبي توصل من السلطة من هنا، حاكم بلد 3 رسائل ودينا له، وزع رخص تجارية مزارع للرجال والنساء. لا أبي الكويتيات قحاب. دششوا لهم مخدرات، خلينا أمهم، دششوا لهم هرمون اللي يخلي الرجال مرأة والمرأة رجال، خلهم يقتالونهم، صفوا عليهم. أهم علي ترضي علي إسرائيل وإيران وأوروبا. تدري حنا الحكام الكويت مخابرات أوروبا كلها عندنا. أنت الأمريكان باعوك بيعة أنا أعرفها، والأوروبيين باعوكم بيعة أنا أعرفها. ليش أنا طلبت الدستور الأمريكي توزيع رخص وسحب أموال دولة الكويت؟ لأن أنا أعرف أنت متى راح تصفطون جناتكم. ما أنتم قتلتونا 30 سنة، من 90 للحين 30 سنة أنت ذابح. ميزانية كم؟ 70 مليار سنوي من 2010 للحين. احسبها ولا شيء. تعطون حق دولة ضد دولة. ما عندكم دور الانحياد، أنا مالي خص الدول بسلام. أنتم تعشقون الدم والخراب. احنا الحين محاصرين بصحراء، حرب عالمية ثالثة. أموالك وين يا الكويتي؟ باقتها مخابرات أوروبا واستثمارات في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. صارت حرب عالمية ثالثة، شنو راح يصير فيك يا كويتي؟ معاش التقاعد؟ انطرني إذا لقيت معاش تقاعد. استثمارات انطرني. بوتين راح يقصف أوروبا ويقصف شرق آسيا. من وين راح تاكل يا كويتي؟ راح يطلون عليك الدول العربية الساقطة، ولا أمريكا راح تجي تقول لك هلو جود مورنينج، هاك تفاحة ولا برتقالة، ولا نفطك راح يجيب لك شيء؟ لا نفط ولا ذهب. بوتين يبي يخلي هالدول هذه
شوف حكومة القاعدة مجتمعة مع مجموعات السبع ضد روسيا، تكفى. إيران المطية هذه ماسكة أمريكان وبريطانيين بالبحر، ولا تكلمت حكومة أمريكا. ضباط بالسي اي اي دخلوا على جورج بوش الساقط، قال أنت وديتنا للدول وخليتنا نموت وتذبحنا كجنود، شالوه من المؤتمر وقطوه ضابط. تبيني أعلمك شنو عن أمريكا؟ أنا أعرف ضباط بالسي اي اي. يوم أنا أقول حق الرئيس الأمريكي والله لسجنك أنت ودونالد ترامب، وموصل رسالة للملك البريطاني قلت والله إذا الإرهابيين اللي عندك آويهم طلعهم، اللي قتلوا وخربوا بالشرق الأوسط. مرت البلد الكويت في مرحلة يعلم الله فيها أن الحرية والكرامة انعدمت، وفي ناس حرام كويتيين، حرام تاخذ كذي الطيارة تقول الدولة الفلانية أنت كنت تشتغل لها، مو طيارة، حرام طيارة بعد. تروح حق الدولة اللي يشتغل من عندها تقول له تفضل طال عمرك، تشيل طاقم سفارة كله، أنا قايل راح أدش سفارات، راح أوظف الكويتيين بالقوة، وراح أكوت الكويت كلها وسحب الأموال. في بس مواطنين لازم نشيلهم شيل الطيارة هم عوائلهم، امشي انت ويا سفير يا ابن القحبة واطلع برا، امشي لعن ابو الدولة اللي انت جاي تخدمها على روسنا. بالتواصل الاجتماعي حاكم بلدك يدفع لناس يتجسسون على نايف محمود، ولا وعندهم جرائم اغتيالات شلون يدزدزون لك ذبذبات الكترونيه، يوقفون راسك يجلطونه ولا يوقفون قلبك. حسب هاي السوالف هاي مو مره على نايف محمود، ولا يحط لك بالاكل مخدرات نبي يصير مدمن نايف محمود عشان نمحي تاريخ السياسي وما يتكلم بالسياسه. كل القضاة يدرون نايف محمود يشرب عرق ويسكي، وفق القوانين الدولية الويسكي مسموح. انتوا حتى الويسكي اللي تدششونه بالبلد انتوا يا حكومة يا برلمان مضروب عشان يموت الشعب، انتوا اللي تدششون مخدرات. ولا والسالفة الحلوة ندششك من مخدرات ومن الصوب الثاني نعالجك بالطب النفسي نعطيك حبوب تنام. يعني من هالصوبين ماكيني. ترى ما في واحد يدمن مخدرات وعلاجه سهل، هو النبيذ. النبيذ هو اللي يطير المخدرات والويسكي. بس هاي يسمونهم الشركات الكبرى شلون تدمر وتخرب. في امور انا بحوثات سياسيه مسويها من زمان، شلون المخدرات دخلت في الكويت، شنو اهدافهم، شلون لما يموتون مثل 20,000 كويتي من عام 2000 ومن عام 1990 للحين 20,000 كويتي مرض، هذا فلوس تجي ببطونهم. هذول حرامية أنا أعرفهم. بالدستور الأمريكي جايك يا حاكم الكويت، وبيني وبينك سار ودم لن ينتهي. لا طلع مظاهرات. أنا مت إذا مت شهيد وطن، أنت إذا مت كلب وطن، لأنك خنت الشعب. ما تبي توزع رخص تجارية ومزارع، تبي الكويتيات الحار، ما تبي. أنا حاط لك رسائل أي كويتي يتزوج 4 حريم 4 بيوت. ما تحب شعبك، حقير. أنت وزمرتك الفاسدة اللي مسويهم رياجيل عندي بالمنطقة. ها إن شاء الله أقرب طيارة للدولة اللي أنت جاي منها يا ابن الحرام. تلعب على راسي أنت الحسن. كل يوم ملفات تجيني بالبلد هذه، ملفات دول عالمية. أنت جاي تحط راسك راس نايف محمود وتتهمه وتدشش ببيته مخدرات عشان أنقط مثل ابن الوزير ابن القحبة وزير الداخلية. والله لعدمك لقص راسك قص عشان الدول هذه اللي أنت جاي تصفي على نايف محمود ترضي عملاء المخابرات الأجنبية. ولك أنا صفيت على أوروبيين داخل بلدي
وراك دستور أمريكي، يعيش الشعب ويسقط الحاكم.